عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الكيكه سهله مهله، كيكه ديال الغفله كما كنقولوا، جاوكم ضياف على غفله ولا بغيتوا ديروا كوتي حتى لاخر لحظه. فهاد الكيكه هذه اللي غادي تصلح لكم، كتجي هشيشه لذيذه غزاله. المقادير ديالها متواجدين في كل بيت، ما غاديش تكلفوا على ريوسكم، والنتيجه كما قلت لكم كتكون جد رائعه. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير، وغادي نبداو على بركه الله. لهاد الكيكه البنات غادي نحتاج 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده رقيقه اللي كنحتاجو عاده في تحضير الحرشه. غادي نحتاج معاها كيس ديال الفانيلا مع كيس ديال الخميره الكيماويه، 2 كيسان ديال الحليب اللي يكون دافئ. غادي نحتاج كاس تقريبا لارب ديال السكر سنيده مع نص كاس ديال زيت المائده. وكذلك غادي نحتاج 2 بيضات. بالنسبه للبيضه البنات الا كان عندكم البيض كبير فقط ديروا بيضه واحده، انا عندي البيض شويه صغير درت 2. بالنسبه للمقادير البنات كما شفتوا عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده مع 2 كيسان ديال الحليب. فاذا بغيتوا تزيدوا المقادير بطبيعه الحال كل كاس ديال الحليب ديال العنبه كندير فيه كاس ديال السميده. غديروا 3 الكيسان ديال الحليب، غديروا 3 الكيسان ديال السميده. هكا غادي تمشيو المقادير الاخرى، يعني البيض غادي يبقى نفسه، الزيت نفسه، هي الحلاوه اللي غادي تغير. المهم هادشي اللي كندير فيها انا البنات، وكنمشي بهذه الطريقه. الا بغيت نضاعف الكميه وطبيعه الحال حتى الخميره، الا كثرتوا المقادير ديروا 2 ديال لي ساشي ديال الخميره. غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا البنات انا وضعت البيض مع الزيت مع سكر سنيده في واحد الاناء، ما نحتاجوا لا طراب كهربائي لا حتى شي حاجه. كما قلت لكم هذه الكيكه ديال المهم ديال غمض عينيك وحلاها، هي وجدات دغيا دغيا كتوجد. يلا كنحركوا المقادير هي باش نذوبوا سكر سنيده فقط البنات. غادي نذوب كما قلت لكم سكر سنيده، غادي نضيف الفانيلا. النكهه انا درت الفانيلا، الا عندكم يعني بغيتوا ديروا الحامض يعني تحكوا واحد القشور ديال الحامض حتى هما وديروهم كيجيو زوينين مع هاد الكيكه هادي. غادي نخلط المقادير ديالي كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف لهم الحليب. بالنسبه للحليب البنات كما قلت لكم راه 2 كيسان ديال العنبه ويكون دافئ. انا كنعبر لكم هنا باش تعرفوا بان راه هما 2 كيسان ديال العنبه ما ناقصين ما زايدين. غادي نمزجهم مع الخليط البنات، وغادي نضيف من بعد السميده ديالي. بالنسبه للسميده قلت لكم الرقيقه اللي كنستعملوا عاده في تحضير الحرشه. غادي نضيف ليها الخميره الكيماويه، وغادي نضيف الخليط ديالي في الماء مع المقادير الاخرى بشويه بشويه. ما نضيفوش دقه واحده البنات باش هكا تمزج لينا يعني بكل سهوله وما تكورش لينا. المهم نبداو شويه بشويه وحنا غاديين تنضيفوا الكميه كامله. غادي تلاحظوا البنات بان الخليط راه هو شويه خفيف، فما تخافوا ما تخلعوا ما حتى شي حاجه. السميده كيف ما كتعرفوا راه كتشرب واحد شويه، والاساس ديال هاد الكيكه البنات راه كيكون شويه خفيف ضروري. يعني واخا غادي تشوفوا انني غنخليها واحد شويه على ما ندهن المول فين غنوضعها، غادي تجمع واحد شويه، ولكن الاساس انها تكون شويه خفيفه. فإلا احترمتوا فقط المقادير اللي عطيتكم البنات راه ما تخافوا ما حتى شي حاجه. واخا تكون مازال سائله معكم غادي ديروها طيب وغادي تكون النتيجه ديالها رائعه بزاف. السميده ما حدها جالسه وهي كتشرب، وفاش كنديروها في الفغان كذلك كتبقى كتشرب، فكتعطينا واحد الكيك اللي اش غادي نقول لكم زوين بزاف، شبيه تقريبا البسبوسه البنات اللي كنديروه، غير هذا ما كيتسقاش. البسبوسه كنسقيوها، فهاد الكيك هذا كيكون تقريبا بحالها غير هو ما كيتسقاش وكيجي هشيش. هانتوما كما كتشوفوا يعني الكثافه ديال الخليط ديالي كيف سائله، ما تخافوش منها. كما قلت لكم انا غادي نخليها تقريبا واحد دقيقه حتى 2 دقائق على ما نوجد المول ديالي اللي غادي نوجدها فيه. فغادي ناخذ واحد المول تقريبا القطر ديالو 20 ديال السنتيم، هذا المول الدائري هذا. ممكن ديروها في اي مول متوفر عندكم ماشي مشكل. غادي ناخذو غادي ندهنو بالقليل من الزبده، اللي ما عندهاش الزبده ممكن دهنو بالقليل من الزيت، وغادي نرشو بالقليل من السميده. نحاولوا نحيدوا الفائض ديال السميده من بعد ما نرشوا الاناء ديالنا مزيان. نحيدوا الفائض ديال السميده، عاد نكبوا الخليط ديالنا البنات.
وقبل ما نكبوا الخليط ديالنا البنات في المول نحركوه واحد شويه ونتاكدوا من الكثافه ديالو واش مازال الخليط سائل ولا قصاح لينا، لان كما كتعرفوا السميده راه كتشرب. فاذا كان قصاح لكم اكثر من القياس او لا تكونوا خليتوه يعني كيتسنى مده كثيره على ما توجدوا المول، او لا البنات كاين اقتراح انكم يعني قبل ما توجدوا هذا الخليط من الاول دهنوا يعني المول وتوجدوه، هي تخلطوا الخليط ديالكم تكبوا فيه نيشان. فاذا كنتوا اخرتوا يعني هاد المرحله هذه حتى الاخر كما درت انا، اون فوا تشوفوا الخليط ديالكم قصاح لكم شويه فزيدوا له واحد شويه ديال الحليب. بالنسبه لي انا كما كتشوفوا راه هذا هو القوام المناسب اللي بغيت انا يبقى عليه الخليط. فإلا قصاح لكم نتوما كما قلت لكم من قبل زيدوا له شويه ديال الحليب وخلطوه مزيان، عاد صبوه من بعد البنات في المول اللي غادي تدخلوه الفران. وبالنسبه للفران البنات سخنوه من قبل واحد 5 ديال الدقائق، وعاد نقصوا له درجه الحراره ل 150 درجه، دخلوه كيطيب من التحت حتى كتشوفوا انه تذهب لكم البنات. عاد شعلوا له يعني الفرن من الفوق وخليوه كيتذهب حتى يتحمر لكم مزيان. عاد خرجوه وكما كتشوفوا هذا هو اللون الذهبي اللي حصلت عليه من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي. خرجته من الفران ودهنته، هو كان مازال سخون بواحد شويه ديال العسل. للاسف هذه المرحله هذه ما تصوراتليش، فدهنوها البنات يا اما بشويه ديال العسل اولا شويه ديال الكونفيتور، حتى الا ما كانش دهنوه بشويه ديال الناباج. زينوه باش ما بغيتو. كما كتشوفوا انا راني زينته بالقليل من لي زاموند ايفيلي اللي راني حمرتهم من قبل. كيبقى التزيين كما كنقول دائما اختياري، وكل سيده كتزين بالذوق ديالها واللي متوفر عندها في البيت البنات. كنقدم لكم البنات هذا الكيك هذا، وكما كتشوفوا انا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا هذا الكيك كيفاش كيجي من الداخل. راه كيجي هشيش البنات، هشيش ومهوي. المهم كيكه اللي يعني في المتناول ديال الجميع بمقادير اللي متوفره بكل بيت وكتجي ناجحه بكل المقاييس. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتستمتعوا بها نتوما والوليدات ديالكم. وما تفوتنيش الفرصه انني نشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، الناس اللي كانوا معايا من هذه شحال، الناس اللي كيكتبوا لي تعليقات اللي كتكون يعني محفزه وكتشجعنا باش اننا نزيدوا نعطيو المزيد والمزيد باذن الله. كنتمنى الناس اللي يلا كيشوفوا القناه من جديد ما ينساونيش بواحد اللايك، ما تنساونيش البنات بواحد الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. وغادي نخليكم في حفظ الله ورعايته. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.